السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم مع بعض غادي نديروا تحضيرات رمضان. واش غادي نديروا لهذا اليوم؟ غادي اختارت لكم معسله اللي هي ميني محنشه عفوا. هاد الميني محنشه مخدومين بديول ومع سر النجاح باش ما يتشققوا لكمش داك الديول. تبعوا معايا الوصفه الى الاخير. اذا نبداو بالمقادير. بالنسبه للمقادير هنا نحتاج ربعه الكيسان تاع اتاي من القوقو، يكون محمص ويكون مطحون بهذا الشكل كيما هكا. ونحتاجو هنايا كاس نتاع اتاي معمر بالجوز. هنا تقدروا تستغنوا على الجوز يعني تكتفيوا فقط بالقوقو، تعوضوه بكاس قوقو، يعني 5 الكيسان تاع القوقو بدل ما ديروا 4 قوقو وكاس جوز. توجور هنا نعبروا بالكاس نتاع لاتاي، يعني ما يعادل 89 غرام. هنايا كاس الا ربع من السكر عادي، سكر حبيبات هنايا ماشي سكر كلاص، سكر عادي. هنايا كاس الا ربع، توجور بالكاس هذا الكاس تاع اتاي. نحتاجو مغرف صغيره نتاع لافاني ونلمو بماء الزهر. ونحتاجو تاني العسل. هنا بالنسبه للعسل كنت سبق ودرته لكم هنا، لانه العسل اللي استخدمته كنت خدمته في المنزل، وهنايا كنت حضرته معكم في الفيديوهات السابقه. وتاني نحتاجو الديول. اذا ما نطولش عليكم نفوتوا الى طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير هنايا نحط كامل النواشف نتاعي. اذا هنايا نحط النواشف نتاعي كما قلت لكم، السكر، الجوز نتاعي، القوقو نتاعي، ونحط لافاني ونخلطهم الكل حتى يمتزج لنا الخليط نتاعنا. فوالا. ومن بعد نبدي اللم بمازهر. بدي نلمو بمازهر. هنا مازهر ما تكتروش بزاف، برك كي يلتم لكم لافاغس نتاعكم تلتم لكم. هنايا لافاغس نتاعها تجي كيما لافاغس نتاع اللي نديروها في التشارك. فوالا، يعني ما تجيش قاصحه وما تجيش طريه بزاف. هنايا لا كترتوا لها مازهر بزاف رايحه تجيكم قاصحه كي تبديو تروليوها، لذلك ما تكتروش مازهر، برك كي تلم لكم تعطيكم دير لكم كويرات تما حبسوا. هنا بعد ما لميت العجينه نتاعي، الحشوه تاعي عفوا، كنت غطيتها بورق فيلم اليمونتير. وهنايا تعطاتني 20 حبه، كل حبه فيها 30 غرام. 20 حبه كل حبه فيها 30 غرام. اللي ما عندهش الميزان يدير عينه ميزانه ويدير 20 حبه. هنا بالنسبه للديول، اي ديول مشري تبغيو تاع المنزل انا هنا هادو شريته، اي نوع تبغيو ديروه. هنا بالنسبه لهاد الحبات اللي خدمتهم نتاع الحشوه، هنا غطيهم حتى هما بفيلم اليمونتير باش ما ينشفوا لكمش، ما ييبسوا لكمش كي تجيو تستخدموهم. بالنسبه للطريقه نتاع الديول نتاعنا هذا اللي مشري، كما نعرفوا الديول المشري هنايا ما غاديش يساعدني، لذلك هنا جبت كسكاس. هنا حطيت الماء حتى غلى جيدا، اكد لكم على الماء يكون مغلي جيدا. عاده تحطوا الديول نتاعكم برك عده ثواني، هذا ما كان فقط. هنا شوف فين حطيته، في راني قلعته. وهنايا نديرو حبه حبه ديول. هنا طبعا تكونوا موجدين هذيك الحبه نتاعكم تاع الحشوه، تكونوا روليتوها خدمتوها وجدتوها. عاده تحطوا الديول نتاعكم يفور وتبديو تخدموا كيما هكا. وهنا نخدموا حبه بحبه تاع ديول، ما نخدموش ضربه واحده، لانه لو كان نخدموا ديول كل شيء ضربه واحده نفوروه ونبديو نخدموا رايحين ينشفوا لنا الديول نتاعنا، لذلك نخدموا حبه بحبه. بالنسبه للطريقه كيما راها موضحه هنايا في الفيديو، يعني تقعدوا تلفوا فيها كيما هكا وتحاولوا تزيروا كيما شفتوا. هنايا ما تقطعت لنا الورقه تاع ديول ما والو، لانه فورناها. هذا هو السر، كي تفوروها كيما هنايا كيما شفتوا فورتها فقط لعده ثواني. واكد على لانه فين حطيتها فين قلعتها، بشرط كيما قلت لكم الماء يكون مغلي، ما يكون مغلي. هنا كنت نسيت ما حطيت لهمش هنايا الغراء. هنايا الغراء هو اللي عباره على الفرينه والماء، تخلطوهم وتحطوهم. عاده تحطوا هذاك الكيردون فوالا كيما هكا. وتعاودوا كي تكملوا كامل الحبات نتاعكم تغطيوهم حتى هما ببلاستيك. وفي هذا الاثناء تحطوا الزيت نتاعكم على نار مرتفعه فوالا، لانه هنايا انا قليته. نتوما تبغيو ديروه في الكوشه ديروه في الفور كيما تبغيو، انا هنايا قليته. المهم تحطوه الزيت نتاعكم تسخن جيدا، ومن بعد كي تجيو طيبوا على نار متوسطه حتى يعطيكم داك اللون الذهبي. شوفوا هنايا بعد ما طابوا، شوفوا انا مش عارفه الكاميرا اسكو راه تبين غايه ولا لا الاضاءه. حطهم مباشره صفيهم كيما هكا
نحطهم في العسل تاعي، نخليهم هنا يتعسلوا بزاف. شوفوا هنا الحبيبات تاعي خليهم يتعسلوا. اذا غادي نكمل بنفس الطريقه. هنا تخليهم يتعسلوا حوالي ربع ساعه يعني فوالا باش يدخلهم هذاك العسل غايه ونولي لكم. اذا هذا هو الشكل النهائي نتاع الميني محنشه نتاعي. كنت زينتها بفو بيستاش كيما هكا. بعد طبعا كي تعسلوها تزينوها مباشره. وطبعا زينتها بهذاك الوريدات كيما هكا. يجي هذا هو الشكل تاعها، تجي رائعه جدا كيما شفتوا. ما تشقق معنا ما والو، لانه السر كيما قلنا نتاع ديول يفورو طبعا عده ثواني فقط. فوالا وحبه بحبه كما سبق وقلت لكم. نتمنى تجربوهم، والى وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف الف سلامه.